الشيخ محمود علي البنا اتولد سنة 1926 في قرية شبرا باص بالمنوفية. حفظ القرآن وهو صغير عند الكتاب زي أغلب قراء جيله. صوته ظهر بدري والناس في البلد بدأت تطلبه في العزاء والمناسبات، وهو عنده حوالي 14 سنة بقى يقرأ قدام قراء كبار. هنا الناس بدأت تاخد بالها إن عنده خامة مختلفة. كان 3 حاجات واضحة بتميز الشيخ محمود البنا: نفس طويل، تحكم عالي في المقامات، وكان متميز بنطق حروف واضح قوي. دخل الإذاعة المصرية سنة 1944، وده كان وقتها حلم أي قارئ إنه يدخل الإذاعة ويبقى قارئ رسمي ومعتمد. الشيخ محمود علي البنا كان بيهتم بصحته وصوته، وكان بيمارس السباحة لأن الرياضة دي بتقوي النفس والحجاب الحاجز. عشان كده كان يقدر يمد الآية 20 و30 ثانية من غير تقطيع وهو بيقرأ. ومن المواقف المميزة في حياة الشيخ البنا سنة 1949 لما أم كلثوم كانت ماشية بالعربية، وبسبب الزحمة عربيتها اتزنقت بالشارع بسبب سرادق عزاء. سمعت صوت القارئ من بعيد، عجبها جدا فطلبت تركن وتسمع من غير ما حد يعرفها. سألت عنه، قالوا لها ده الشيخ الشاب محمود علي البنا. استنت لحد ما خلص، وبعد كده لما قابلته في الإذاعة كانت دايما تقول له أنا بحب أسمعك، ودي شهادة كبيرة لأن أم كلثوم كانت فاهمة موسيقى ومقامات. كان بينه وبين عبد الوهاب علاقة صداقة، يقعدوا يتكلموا في المقامات والنقلات الصوتية. الاتنين اتعلموا على إيد الشيخ درويش الحريري، والحريري نصحه نصيحة مهمة: ما تقلدش حد، خلي صوتك بطبعك. عشان كده البنا عمل مدرسة خاصة بيه، أول ما تسمعه تعرفه من غير ما حد يقول اسمه. وفي وقت قمة سطوة الشاه محمد رضا بهلوي تمت دعوة الشيخ محمود علي البنا هناك في طهران لمأتم ملكي عشان يقرأ فيه. كان البروتوكول ساعتها بيفرض على الكل ينحني ويبوس إيد الشاه، لكن البنا دخل ثابت ومرفوع الرأس وعمامته على رأسه ومشيته كلها هيبة. طلع على دكة التلاوة وبدأ يقرأ آيات الوعيد والملك لله وحده. الصوت كان قوي وعميق لدرجة إن القاعة كلها سكتت، واللي حواليه اتأثروا وبكوا من خشوع التلاوة. ولما الشاه حاول يغريه بجنسية وفلوس عشان يفضل تحت أمره، قال الكلمة المشهورة: أنا ابن النيل، واللي اتربى على عزة القرآن ما يبدلهاش بفلوس ولا قصور. القرآن أغلى عندي من أي عرش. وبعدها مشي وسابه ما بصش وراه. علاقته بالشيخ الشعراوي كانت قوية جدا، كانوا يقعدوا مع بعض بالساعات يتكلموا. وفي آخر أيام مرضه طلب يشوف الشعراوي بإلحاح، ولما جه قعدوا مع بعض والجو كان مؤثر جدا وكأنهم حاسين إنها لحظة وداع. كمان الرئيس جمال عبد الناصر كان ليه دور مهم معاه، أصدر توجيه إنه يسجل القرآن مرتل للإذاعة، وده فتح له باب كبير. التسجيل في الإذاعة وقتها يعني صوتك يدخل كل بيت في مصر والعالم. البنا اعتبر ده فضل كبير، فكان بيرد الجميل بطريقته. كل سنة في ذكرى وفاة عبد الناصر يوم 28 سبتمبر يروح بيته في منشية البكري ويقرأ قرآن على روحه من غير أجر، تطوع كامل. قبل وفاته بأيام كتب وصيته بنفسه، وحدد مكان العزاء، وحدد نص النعي في الجرايد، وطلب صورة تتحط وكأنه مرتب كل حاجة. توفي سنة 1985.